ملاكمة الركل والكيك بوكسينغ هي فن من الفنون القتالية المقيدة بقوانين صارمة تحافظ على سلامة المتبارين من الإصابة والضربات الخاطئة. ظهرت مع بداية التسعينية بأمريكا بعد الحاجة للعبة أكثر تطورا من الفنون القتالية الآسيوية كالكاراتيه والكونغ فو وغيرها. رياضة الكيك بوكسينغ هي رياضة قتالية تعتمد على الأيدي والأرجل وما فيهاش شد ولا خلص، ما كالملاكمة ورياضة الكاراتيه، هي مزيج على الملاكمة ورياضة الكاراتيه. رياضي الكيك بوكسينغ يستعمل آليات كيما رياضة الملاكمة، عنده الحلبة، عنده الليساك، عنده لي با ولي با دولس. بداية الكيك بوكسينغ بالجزائر كانت سنة 1982، وكانت ولاية وهران مسرحا لأول منازلة، واستطاعت هذه الرياضة أن تحتل مكانة كبيرة في أوساط الشباب الجزائري لاعتمادها على المرونة والسرعة والمهارات الفائقة. لاعبو رياضة الكيك بوكسينغ في الجزائر صنعوا أسماء من ذهب في سماء المحافل الدولية، ورفعوا علم بلدهم عاليا وقالوا كلمتهم فوق الرينج، فدخلوا عالم الاحترافية من أوسع أبوابها وأصبحوا أبطالا عالميين. سيفي أحمد بطل عالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، تحصلت على ميداليتين ذهبيتين في البطولة العالمية سنة 2007، ونائب بطل العالم سنة 2006، وتحصلت على ميداليات برونزية أيضا في بطولات وطنية عالمية وإفريقية وعربية. والآن راني مربي رياضي ويحوس على الوصول بالفاق ويخدم ديالو، فهمنا؟ سي بون كيما الكروشي ولا لاجون. العينة كانت من مدرسة التربية الرياضية للكيك بوكسينغ بدراريا باور ترينينج كلوب، أو كما يحلو للرياضيها تسميتها أسود نوميديا، لمؤسسها البطل العالمي سيفي أحمد الذي تحدى كل الصعوبات التي واجهته بطموحاته وحبه لوطنه اللذين كان أقوى منها. النادي هذا أسسته سنة 2013. النادي هذا كان عبارة عن بديل في القاعة الرياضية الدرارية، ما عندناش قاعة تحتضن رياضة الكيك بوكسينغ، تلزم عليا الأمر باش ندير قاعة خاصة نمثلوا بها بلدية درارية على القطر الوطني إن شاء الله. المدرسة هذه استطاعت وفي فترة قصيرة أن تصنع أبطالا جزائريين شرفوا اسمها في عدة بطولات وطنية وفي مختلف الفئات، آملين الوصول إلى الاحترافية. اسم النادي شاركنا في بطولتين وطنيتين سنة 2014 وسنة 2013. كان عندنا أبطال الجزائر في سنة 2013، كانوا عندنا 4 أبطال الجزائر، وشاركت حتى أنا في بطولة وطنية سنة 2013. بداية تصويرنا كانت بصنف الأصاغر الذين يغتنمون فترة فراغهم من الدراسة لإخراج طاقاتهم السلبية في هذه الرياضة التي نالت إعجابهم وإعجاب أوليائهم أيضا، كونها انعكست بالإيجاب على سلوكاتهم، فأصبحوا أكثر تنظيما وأكثر صرامة من خلال مختلف التقنيات التي تعلموها. أنا دخلت بطولة وطنية وأنا اللي حبيت هدية وأنا اللي حبيت هذه الرياضة عندي وليدي هنا عنده 2 وهو يدير هنايا، وأنا اللي خيرت له هذه الرياضة كيك بوكسينغ ووالف فيها وعجباته. دخلت هذه رياضة كيك بوكسينغ وحبيتها بزاف. دخلت في عمري 12 سنة،
دخلت البطولة الوطنية وتحصلت على المرتبة الثالثة. عندي زوج دراري يديروا في هاد لاصال. تالمون لو بروغرام إلي شارجي سي لو سول موان بور se défouler سي لو سبور. يستهل أشبال نوميديا تدريباتهم ببعض التسخينات البدنية حتى تستطيع أجسادهم تحمل فترة التدريب لينتقلوا بعد ذلك إلى الحركات المعتمدة في الكيك. وما لفتنا هو الانتباه الحاد والجدية التي يولونها لتعليمات المدرب رغم صغار سنه. عندي deux enfants في لا سال هادية مع الكوتش تاعهم بيان جونتي. ils sont tous satisfaits. عجبهم الحال بزاف. Même ils font beaucoup d'efforts pour travailler mieux à l'école. Bien que c'est des horaires شوية tardives العشية comme في la journée يقراو mais يديروا بزاف les efforts باش يجوا ils adorent ça. للفتيات أيضا نصيب في الانخراط بنوادي الكيك وبالأخص صنف اللايت كونتاكت، هذه الأخيرة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الخفة والمهارات وتنعدم فيها الضربة القاضية. كاين بنات يمارسوا رياضة الكيك بوكسينغ، هما الكثرة يمارسوا رياضة اللايت كونتاكت إما في البطولة الوطنية ولا البطولة العالمية. وعندنا بطلة العالم نزهة بومعرف بطلة العالم 5 مرات في رياضة الكيك بوكسينغ. ليديا وتنهنان هما نون النسوة التي كانت حاضرة بالقاعة لحظة بداية تصويرنا. وجدنا لديهما الكثير من العزيمة والإرادة والجاهزية البادنة على محياهما، واللتين يريين أن الكيك بوكسينغ رياضة كاملة اختارها عن قناعة وتمكن خلالها من اكتساب العديد من المهارات. عمري 16 سنة ندير هنا في كيك بوكسينغ في باور كلوب. عندي شهرين وانا ندير هنايا مي كانت بيان تجوز بيان. الشيخ مليح. هنا رياضية في الكيك بوكسينغ في مدرسة باور ترينينغ كلوب بدراريا بلدية دراريا. عند المدرس تاعنا المدرس تاعنا سيفي احمد اللي هو شامبيون دو موند كيك بوكسينغ وتايكواندو. نحس شغل مور كي بديت هاد السبور قدرت نرتب وقتي، قدرت نبين شخصيتي مع الناس، مع عاونتني بزاف في الحياة اليومية تاعي. باسكو افون تو هو سي ان سبور جوغ دو كونسونطراسيون تكستيريوريزي كامل لا كولير تاعك لي نير اي تو دونك تتكالمي ميم المعامله تاعك مع الناس اي تو تتبدل. جوغ كي تكوني حتريبوندي ولا تخمي من قبل تعرفي كيفاش تحكمي في كومون نظر في باش في الهضره تاعك في لي كومبورتمون تاعك. عرجنا أيضا على تدريبات الأواسط والأكابر الذين تعتبر تدريباتهم هي الأقصى والأعلى رتما مقارنة بمن هم أصغر سنا، وهذا ما لمسناه من خلال ورشات التبارز التي حضرناها خاصة بين إسحاق ولطفي. أنا اسمي زيتوني لطفي، في عمري 20 سنة ونحب أنا سبورات الكيك بوكسينغ بديتو في عمري 14 سنة وديت شامبيونا العام اللي فات كاين كراسي 3 بلاص وديت بريمي بلاص في لايت كونتاكت. ولايت كونتاكت هذا كما كان يقول صاحبي مقبل شغل مهارات الخفة تاع بون إسحاق بيش 26 سنة متحصل على بطولة وطنية صنف الفئات الصغرى كادي جونيور، متحصل على مرتين. عندي تاني فيش شامبيون الجيري سينيور
بديت سبور هذا لاج دو 12 ans. الحمد لله لقيت روحي فيه. انا نحب يعني رياضه الفنون القتاليه بصفه عامه والكيك بوكسينغ بصفه خاصه. وانا نحب هذا السبور، نحبو ملاح وان شاء الله نولي كيما الشيخ تاعنا شامبيون ديما. والحمد لله لقيت روحي وكاين بطولات وان شاء الله بالك نمارسوا في بطولات افريقيه ربما اكثر ان شاء الله. الأمل في رفع مستوى الكيك بوكسينغ في الجزائر وكذا الاهتمام أكثر بهذه الرياضة من طرف الاتحادية المعنية والإكثار من نوادي الكيك وتقديم كل التسهيلات لهم للمشاركة في مختلف البطولات هو ما يرجوه البطل العالمي أحمد سيفي. الكيك بوكسينغ إذا نتحدثوا على المستوى كاين، لكن الشباب تاعنا ماهوش يبان. هاو المشكل تاعنا. اي ولايه عندها رياضيين يمتازوا بمهارات قدرات لا باس عليهم، ماهمش يبانوا. هاو المشكل تاعنا في هذا الكيك بوكسينغ. كاين مشكل كبير، يعني ماذا بينا وزاره الشبيبه والرياضه تعالج هذا المشكل. المشكل هو انه الرابطات ما ينخرطوش في الاتحاديه، ومادام رابطه تاع اي ولايه ما تشاركش مع الاتحاديه، حب يقول البلديات كامل تاع هذيك الولايه ماش راح يشاركوا. حب يقول نقدروا اي ولايه نقدروا نخبيو فيها كاش 300 رياضي. كانت هذه عينة من نوادي الكيك الموجودة في الجزائر، مدرسة يمكن القول أنها تحتوي على كل ما يحتاجه الرياضي من دعم بدني ونفسي، وكذا مدرب بمواصفات عالمية يعطي كل ما لديه من طاقة في سبيل رياضيه ووطنه.